السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. 4 قرارات عاجلة في الأهلي وأفراح داخل التتش. الكرة في الملعب الصح. اتخذ الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 4 قرارات عاجلة تسببت في أفراح عاجلة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة تخطيط وأعضائها. القرار الأول تم اتخاذ بعدما طالبت الجماهير الحمراء بوجود مدير كرة جديد، وبالفعل وافقت الإدارة على طلب الجماهير الحمراء وقامت بتعيين الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي. محمد رمضان كانت له العديد من الصلاحيات القوية والخاصة في حسم ملف الصفقات وترشيح اللاعبين والدخول في حالة من إقناع المدير الفني السويسري مارسيل كولر من أجل الوصول إلى الآلية المتميزة. القرار الثاني طالبت فيه الجماهير برحيل أمير توفيق مدير التعاقدات، وقد وافقت الإدارة على القرار ورحل أمير توفيق عن إدارة التعاقدات واكتفى بمنصبه بموافقة النادي في شركة الكرة كمدير تنفيذي. وتم رحيل أمير توفيق عن الصفوف الحمراء ولم يصبح له أي علاقة بإدارة التعاقدات بالفريق، على أن يتم اتخاذ العديد من إعادة الهيكلة الخاصة بالمناصب القيادية والإدارية خلال الفترة المقبلة. القرار الثالث طلب جماهير النادي الأهلي العاجل بضرورة التعاقد مع صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية بجانب الصفقات التي تم تدعيم الفريق بها، والإدارة بالفعل تحركت على الفور وتم ترشيح العديد من اللاعبين المقرر أن يتم التعاقد معه قبل 20 أكتوبر الجاري. وجاء القرار الثالث بسبب محاولة الكابتن بيبو إزالة الضغط على الإدارة ووضعه على لاعبي الفريق في السوبر المحلي وبطولة انتر كونتيننتال الدولية. القرار الرابع والأخير هو تحرك الخطيب بفتح تحقيق عاجل مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا بعدما أثار الجدل بشأن قرار الفريق بفرض وكلاء بعينهم للتعاقد مع زين الدين بالعيد، وهو ما ساهم في فشل الصفقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، أرجو الاشتراك وعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.